دي بقى قائمة الراحلين عن النادي الأهلي الموسم الجديد. بص يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم كده، افتح قوس محمد مجدي قفشه، قطر 6 الا تلت. تقول لي قفشه، اقول لك خلاص. بعد محمد بن رمضان، خد بالك، بعد ما بن رمضان جه، بعد ما ديانج رجع، امام هيرجع، واخد بال حضرتك انت ازاي؟ قفشه اصلا الموسم اللي فات ما كانش بيشارك، هو ملوش مكان. فالراجل غالبا يا هيطلع اعاره يا بيع نهائي، بيدوروا له على العرض يعني. التاني مين؟ حسين الشحات، واخد بال حضرتك انت ازاي؟ بعد وجود اشرف بن شرقي وتريزيجيه وعندك زيزو، الموضوع وطاهر، الموضوع بقى صعب جدا على حسين الشحات. فهو بلغ الاداره ان عنده رغبه انه يمشي، عايز يشوف حته تانية، فبالتالي الاداره وافقت وقالت له هات لك عرض واسحب، واخد بال حضرتك انت ازاي؟ اداء تاني الراحلين هو الاخير بصراحه اللي مفاجاه. انا الاخير اللي هيمشي الاخير ده بالنسبه له مفاجاه. الصفقه الثالثه او الراجل الثالث اللي هيمشي من النادي الاهلي جراديشار قال لهم بقول لكم يا جماعه، انتوا اصلا بقالكم نص الموسم كده، نص الموسم اللي فات مش جاي على هوايا ومش جاي مع دماغي، انا هشوف لي انا حاجه في السلوفاكيا، شوف لي حاجه في اوكرانيا، حاجه كده، خد بال حضرتك انت ازاي، في الحنين واخلع. قالوا والله ربنا يوفقك وهات لنا عرض واتكل على الله، خد بال حضرتك انت ازاي. فكده يبقى قفشه، حسين الشحات، جراديشار، انا الناس اللي بقولها لك دي 90% غالبا هيمشوا، خد بال حضرتك انت ازاي. الاخير بقى واللي بالنسبه لي مفاجاه حتى الان يعني، اسامه ابو علي. انت متخيل؟ مهاجم جايب لك هاتريك، مهاجم هداف، مهاجم انت ضامنه الموسم الجاي على الاقل جايب لك من 30 ل 35 جول في السنه مع الكتيبه اللي وراه دي، واخد بالك؟ مهاجم مش مكلفك مكان اجنبي، مهاجم كده كده بتقعد لك مصري لانه فلسطيني. فاهم حضرتك ازاي؟ فانا مش فاهم، جاي له عرض من امريكا معدل 10 مليون دولار، واعتقد ان النادي الاهلي لو ضغط شويه ممكن يستفيد اكتر. ولكن تسال نفسك سؤال، هو انا لو مشيت ابو علي ده وجراديشار عايز يمشي، انا كده ما عنديش مهاجمين. طب هل انا في القاره اصلا مهاجمين بكواليتي ابو علي؟ الاجابه لا. فانا بشوف، طبعا انا كزملكاوي يا باشا اتكل على الله تبقى خدمتنا، ولكن كجمهور اهلي لا طبعا. انا لو عندي مهاجم هيجيب لي عدد الاهداف ده في الموسم وبسمع انه جاي له عروض، اكيد هتجلط، فاهم قصدي؟ فانا عايز اسمع رايك، هل تتوقع ان حسام ابو علي هيمشي من الاهلي ولا لا؟ احب اسمع رايك في الكومنتات. سلام.